شاب عنده 21 سنة صباعه الإبهام اتقطع في الشغل. اللي في الصورة على الشاشة دي والدته بتحكي تفاصيل الواقعة. تعالوا نشوف الحكاية ايه ونسمع ونرجع نعلق ونقول ايه الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اتكلم دلوقتي عن شركة حظو للمواد الغذائية، أسوأ شركة في الوجود بجد. ابني حصل له بدر تحت، يعني ايه، صبعه اتقطع تحت قطر كبير بيشتغل عليه كذا حد. ده عيبهم هم مش عيب. المفروض ابني يلبس جوانتي استانلس، ما لبسش الجوانتي لان الجوانتي قبلها باسبوع اتسرق منه. هو بلغ المدير وقال له طب انا هتصرف، وابني اضطر يشتغل من غير جوانتي وصبعه الابهام طار، صبعه الكبير. قال له تعالى اقبض. ما كملوش علاجه اول حاجه، تاني حاجه ما قبضهوش. قال له هتقبض يبقى هتمضي على اقرار، تعالى امضي. لقيه راح يقبض، لقى مجهزين له اقرار بيقول فيه ان انا مسؤول مسؤوليه كامله على اللي حصل لي، يعني ان هو السبب في قطع صبعه. طب ازاي؟ مين السبب؟ ابني بقاله سنه وشهرين مش متامن عليه، شغال في المصنع مش متامن عليه. فين التامينات؟ وفين الامن الصناعي اللي بيقولوا عليه عشان يشوف القطر ويشوف الكهرباء ويشوف الدنيا والدنيا اللي بايظه هناك؟ انا هاخد حقي بالقانون ماشي، وانا وراك يا حظه والزمن طويل. هاخد حق ابني لان ابني صبعه عجز، ابني صبعه عجز وقاعد في البيت. وعلى فكره العمال، معظم العمال صوابعهم طايره وبيمضوهم على الاقرار ده بعد ما صوابعهم تطير. فربنا كبير، وانا هقفل لك مصنعك ان شاء الله. سلام. بعد ما شفنا الفيديو وسمعنا التفاصيل، طبعا إصابة صعبة جدا. فقد الصباع الإبهام حاجة يعني ربنا يعافينا منها، وربنا يعوضه خير يا رب ويجيب له حقه وياخدوا حقهم. لكن أنا عايز أتكلم في حاجة. أي شاب أو أي شخص أو أي بنت شغالة في مصنع أو شغالة في مكان فيه تعامل الإنسان أو العامل البشري مع آلة حادة، مع ماكينة، مع أجزاء متحركة، مع حاجات ممكن تسبب إصابة، لازم تحافظ على نفسك وتلبس مهمات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامتك، حفاظا على يعني عشان تتجنب أي إصابة أو تتجنب أي خطر يقع عليك. فأنت حافظ على نفسك والبس المهمات أو الأدوات اللي أنت بتستلمها عشان تحافظ على سلامتك، سواء جوانتي أو اللي بيلبس خوذة أو اللي بيلبس سيفتي أو أيا كان المهمات اللي أنت بتستلمها لازم تلبسها حفاظا على سلامتك. ده أول حاجة. قبل ما نكمل عايزك تصلي على النبي وتذكر الله، لا إله إلا الله. طبعا كلنا إحنا أو إخواتنا أو أهالينا أو حد جيراننا بيشتغل في مصنع أو بيشتغل في مجزر أو بيشتغل في محل بيتعامل مع آلات حادة. طبعا بنشوف الإصابات دي كل يوم وبنشوف الحالات دي كل يوم قدام. أغلبية الإصابات دي بتكون إهمال من الشخص نفسه. أنا مش بقول كده عشان القصة بتاعت أخونا الشاب اللي صباعه، لا، أنا الفيديو فحواه إن أنا عايز أوصل توعية للناس كلها.
الناس كلها عايزها تفهم. انا بتمنى للسيدة الفاضلة تاخد حقها وحق ابنها، وربنا يعوضهم خير يا رب. لكن انا بتكلم للجميع. الاصابات دي يا جماعة واردة وبتحصل كل يوم، بس اسبابها احنا لازم نقف على اسبابها وليه بتحصل. الأغلبية أو السواد الأعظم بتكون خطأ من الشخص نفسه، خطأ تصرف غير آمن. أنا نسيت الجوانتي في الدولاب، مكسر أطلع أجيبه، الجو حر بتخنق ما أعرفش أشتغل بيه، بيعطلني، بيأخرني، بيخنقني، بيعرق إيدي، بيعمل حاجات. أي سبب من الأسباب دي كلها أسباب واهية، هي بتحصل بس يعني حق يراد به باطل. ايوه انت حق، انت بتقول بايدك بتعرق او بيخنقك او ما بتعرفش تشتغل بيه، كل ده حق فعلا بيحصل، بس انت اللي بتعمله اخطر من اللي انت بتقوله. يعني انت لا قدر الله بتحصل الكارثه وتحصل الاصابه، بترجع تقول يا ريتي كنت لبست، وتلاقي اغلبيه الناس بتقول طب ليه ما لبستش، ليه ما لبستش؟ ولو ما استلمتش بتقول هم ازاي ما يسلموكش مهماتك. فالناس اللي بتشتغل وبتتعامل مع حاجات زي كده لازم تلبس مهمات الوقاية الشخصية لو موجودة. لو مش موجودة دي قصة تانية. يعني انت لو ما استلمتش او ما فيش في المكان، في المصنع او في المحل او في المجزر اللي انت شغال فيه او ايا كان الوضع، يا اما تطلب يا اما تقول والله انا مش هعرف اشتغل من غير مهمات وقاية. الشغل كتير يا جماعة، الشغل كتير وما بتقفش على حد، ولا هتقف عليك ولا هتقف على الشغل ده، ولا ابواب الرزق كتيرة جدا 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 فوق ما تتخيل. ولو اتقفل لك باب في مليون باب. اوعى لا تشتغل غصب عنك ولا تعمل حاجة انت مش مقتنع بيها. خدها قاعدة، انت حاسس ان المكان ده خطر عليك ما تكملش فيه، تدور اسعى واطلع لمكان تاني، ربك هيرزقك عشان انت نيتك من جواك خير. عايز تشتغل وتجيب لقمتك بعرق جبينك، والفلوس اللي انت بتدخلها بيتك تكون حلال، فاكيد ربنا هيساعدك وهتلاقي الشغل المناسب ليك. طبعا انا طولت عليكم في الفيديو، بس كنت حابب ان انا اسلط الضوء على النقطة دي. وبرجع تاني واقول للست الفاضلة ربنا يعوضك خير اولا. ثانيا اتمنى ان انت حقك يرجع لك، لان ابنك زي اخويا، وانا بتحط في المواقف دي، واشتغلت في مصانع وشفت الاوضاع اللي بتحصل وشفت كل حاجة. وربنا يكون في عونك وكل الدعم ليكي، وربنا يوفقك في القضية بتاعتك وتاخدوا أبسط حقوقكم تعوضكم عن الإصابة الأليمة دي. أشوفكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد. اللي عجبه الفيديو يا جماعة يعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة عشان إن شاء الله اللي جاي أحسن. في فيديوهات كتيرة جاية إن شاء الله. باللايك بتاعك والكومنت انت بتحفزني وتدعمني ان انا اطور من المحتوى بتاعي، وطبعا احاول ان انا بقدر الامكان اخلي الجودة بتاعت الصورة احسن، المايك احسن. انا شغال من غير مايك، انا شغال بالتليفون يا جماعة، فدعمكم ليا فضلا وليس امرا. واشوفكم على خير، وصلي على النبي قبل ما تخرج. سلام.